النهارده عايزة أتكلم معاكم في موضوع مهم جدًا، وهو زبادي الفواكه اللي بنجيبه من السوبر ماركت. لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة مروة البرغلوثي، أخصائية الأطفال وحديث الولادة، والنهارده هاكلمك عن موضوع مهم جدًا كلنا تعرضنا له، إن إحنا جبنا زبادي بالفواكه من السوبر ماركت. وأقصد هنا الزبادي اللي بيبقى ملون بدون قطع فاكهة، سكر عالي. بيبقى عبارة عن إيه؟ أولا هو مش زبادي فاكهة، هو زبادي بيشيلوا منه المواد المفيدة كلها، سواء الدسم، وبعد كده يحطوا له مواد حافظة ويحطوا له لون، واللون ده احنا عرفنا قبل كده انه مضر جدا وبيسبب السرطانات للأسف. واتعمل عليه أبحاث كتير جدا، وطلع ان هو اتمنع في الولايات المتحدة ان هو يتحط في طعام الأطفال أو الطعام عموما، وتحذر منه المصانع اللي بتستخدمه. تاني حاجة ان الفاكهة دي بتبقى عبارة عن ريحة فاكهة وطعم فاكهة صناعي، ما بتبقاش فاكهة طبيعية. طب احنا هنعمل ايه؟ اولا الزبادي البلدي فيه اكبر نسبة بروتين ممكن تلاقيها. طب انتي مش سهل او ما بتحبيش الزبادي البلدي، هتجيبي الزبادي برضو العادي، ولو ان هو بقى صلاحيته طويلة جدا وما بيبصش بسهولة. ودي حاجة بصراحة تقلق منه، بس صلاحيته لمدة شهر. طيب هنجيب الزبادي ونحط فيه قطع فواكه، هنحليه بالعسل لو هو الطفل أكبر من سنة. أقل من سنة ممكن نحليه بمعجون التمر. الموضوع ده هيكون مفيد له جدا، ويبقى فيه بروتين أكتر. فيه الدسم، الطفل أساسا ما بندلوش قليل الدسم. أنا أعرف أمهات أول ما الطفل يبدأ ياكل تقوم جايباله زبادي قليل الدسم. لا، احنا بنجيب له زبادي عادي خالص، أي زبادي بلدي أو زبادي عادي من السوبر ماركت، بس ما بيكونش فيه ولا سكر. دوري على الحاجات اللي هي قليلة في السكر، فيها قطع فواكه، نسبة الدسم بتاعها كويسة. الزبادي اليوناني أفضل بكتير من الزبادي العادي، لأن نسبة البروتين فيه أعلى. والحقيقة أنا من الناس اللي ابني بيحب جدا زبادي الفواكه. فحاولت مع الوقت ان انا اجيب له النوع اليوناني اللي هو بيبقى فيه فواكه مضافة، قليل في السكر. في انواع كتير موجودة في السوق، ممكن ندور على المكونات الافضل لطفلك. مع الوقت بدأت أسحب اللي هو الزبادي اللي بيبقى متلون وسكره عالي، علشان هو كان بيخليه دايما عنده شره فظيع للسكريات، والموضوع ده كان للأسف بيأثر عليه جدا. انتي كمان قللي السكر في كل أكل طفلك أو امنعيه تماما. حلي بالعسل بعد سن السنة، وحلي بالمعجون الفواكه أو فواكه مهروسة أو قطع الفواكه قبل السنة. طبعا احنا بنبدأ من 6 شهور، لو الطفل عنده القابلية للأكل ممكن نبدأ قبل كده بشوية. الزبادي عادي بيدخل من أول يوم مع إدخال الطعام، فما تقلقيش، واستخدمي الأنواع الكويسة وابعدي الأنواع الضارة لطفلك. لو لسه ما اشتركتيش في القناة فاعملي سبسكرايب واعملي شير، واكتبي لي هل انتي بتستخدمي الزبادي البلدي ولا الزبادي الفواكه مع طفلك. وقولي لي ايه افضل الانواع اللي انتي بتستخدميها، تكون قليلة في السكر والفاكهة بتاعتها كتير، وفي نفس الوقت البروتين بتاعها عالي.